السلام عليكم الإخوان. كي راكم بخير؟ لاباس عليكم هانيين؟ سمحوا لينا كنتعطلوا عليكم في الفيديوهات رغم ظروف العمل اللي كتكون شويه عندنا الخدمه شويه كثيره هاد الايامات ديال الصيف. ما كيبقاش عندنا الوقت اننا باش نصوروا ونديروا المونتاج ديال الفيديو. بغيت نشارك معكم هاد الفيديو هذا. بغيت نقول لكم غير واحد المساله ديال ان صباغه ستيكو راه من اصعب الديكورات اللي كاينه دابا حاليا، اللي بزاف ديال المشاكل اللي كتطرقوا ليها بزاف ديال الحريفيه، اللي اللي هو مشكل ديال الشهوبيه، المشكل ديال انهم كيخليو الضرابي في الحيط. هاد المشكل هذا اللي ما تيبينش لك الخدمه مزيان. وبالنسبه للترخيم كما كتشوفوا معنا، الترخيم كما كتشوفوا معنا كيجي شي حاجه اللي زوينه. من الاحسن انا كنصح الاخوان ما يخليوش الحائط بيض سامبل، من الاحسن يديروا فيه واحد العريقات باش يبان شكل رخامي. اخوان، باش انك تطلع هاد الخدمه هذه كتطلب مجهود كبير، وكتبغي ماتريال. يعني خاصك واحد لاماشي، واحد الماكينه ديال الصنفره كتركب فيها واحد الكارطه اللي هي النمره 3000، اللي كنضربوا عليه واحد التماره باش اننا كنمشيو وكنحصلوا عليها بالسير كوموند. اخوان، بغيت ننصحكم واحد النصيحه، لا بالنسبه للحريفيه ولا بالنسبه للموين ديور. ستيكو رخامي الاخوان راه كيبغي يتخدم فوق حيط يكون صحيح، وكيبغي يتخدم فوق كيبغي يتخدم فوق صباغه تكون بروميان كاليتي، باش ما يوقعش لك مشكل من بعد، وباش ما يوقعش لك داك المشكل ديال الفريزاج والمشكل ديال الحيط كيبدا ينبل لك في الكوش الاخر. بالنسبه للاخوان اللي كيبغيو يضربوا صباغه ستيكو فوق من الصباغه الزيتيه، الصباغه الزيتيه الاخوان راه كتبغي انك تبريباريها مزيان باش تخدم فوق منها ستيكو. كاين بعض الاخوان كيلقاو الصباغه الزيتيه غير كيبونسيوها، كيدوزوا الكاواتشو مثلا او كيدوزوا الماتيسونس وكيتبعوها مباشره انهم كيبداو خدامين في الستيكو. هذا راه خطا اللي كيقدر ان الستيكو راها بحال ستوب، يعني كتبلوكي الحيط، راها كتبغي شي حاجه اللي تنفس من فوق منها. صباغه الستيكو الاخوان الا لقيتي صباغه لاكي غادي نعطيك واحد الطريقه انك تخدم فوق منها بدون مشاكل. صباغه ستيكو كيبغي الحيط يتحك مزيان، ودوز ليه واحد الكوج ديال اما المات ايسونس، ولا كانوا الناس فيهم الحساسيه وما كيبغوش الريحه وباغا الصباغه المائيه، غادي نعطيك واحد الطريقه زوينه وفعاله. غادي دير اخويا السيمه البيضاء، وغادي دير الكولا ديال الكريفي، وغادي تدوزها فوق من الصباغه الزيتيه، وغادي تخليها حتى تكرم مزيان. يعني عطيها واحد المده ديال واحد 6 ساعات او 8 ساعات، ولا خليها حتى تبات من الاحسن. غادي تجي للغد، غادي تدوز واحد طبقه او طبقتين من لوندوي شارج، اللي كنخدموا به المرطوب اول مره. هذاك هو اللي غادي تدوزيه فوق من الصباغه الزيتيه، لانه ملي كدوزيه كيعطيك واحد الوقت فين ان الصباغه تشرب لك مزيان، لان السيكو كتبغي شي حاجه اللي تشرب فوق منها باش ما يوقعش لك داك النبيل وداك الفريزر، وكيولي الحيط صحيح وكتخدم على خاطرك. هاد العمليه هذه اللي قلت لكم على السيكو فوق من الصباغه الزيتيه، راه يمكن لك انك دير هاد العمليه هذه حتى فوق العنبره الا كانت قديمه. كدوز ليها غير الدوليو، كتحيد داك الضبابه، وكدير السيمه البيضاء والكولا كريفي، وكتخدمها عادي، وكدوز لوندوي. ضروري انك دوز لوندوي، واخا يبان لك الحيط مفيني مزيان، ضروري خاصك تدوز لوندوي ولو غير ورقه واحده، ولو غير كوش واحد، فين ان الصباغه تبقى تشرب لك. ومن بعد ملي كدوز لوندوي كتبونسي وكدير الكواتشو ديالك وكتخدم على خاطرك. والسلام عليكم ورحمه الله.